لكن اللي ما فهمتوش بقى إنه نفس المشهد في مصر، أو زيه يعني في مصر، إن بُص فرحة المصريين ده لمّا إبراهيم دياز ضيّع ضربة الجزاء في المغرب، يعني من المغرب جالها ضربة جزاء صحيحة بالمناسبة، أنا شُفتها صحيحة، ضربة جزاء صحيحة يعني، يعني أنا مع إنه ضربة الجزاء للمغرب كانت صحيحة، الهدف اللي اتلغى للسنغال كان غلط، كان هدف حقيقي، واتلغى للسنغال بشكل غريب جدًا، يعني الهدف ما فيهوش حاجة فيه خالص، ده أشرف حكيمي بيزُق الواد والواد بيزُق في الواد، فأشرف حكيمي انتهز الزقة وقع، الواد حط الكورة في الجون، أشرف حكيمي أصلًا مش باصص للكورة، ولا الكورة هنا كده وهو عامل كده، مش في الموضوع يعني، وبعدين اللعيبة بتشد في بعض، ده عادي طبيعي جدًا، لكن ضربة الجزاء بتاعة المغرب أنا أظن إنها ضربة الجزاء صحيحة، فاتحسبت ضربة الجزاء وتصدى لها إبراهيم دياز أو إبراهيم دياز، ودخل شاطها بطريقة غريبة جدًا، ولا هي بانينكا ولا الحاجات دي، شاطها وكأنه حَب يضيّعها، وكأنه متّفق إنه يضيّعها، وكأنه في اتفاق يا جماعة إنه السنغال ترجع، السنغال قالت مش هنلعب كورة، وبعد ما اتحسبت ضربة الجزاء دخلوا الملعب، دخلوا أوضة الملابس، وبعد شوية كده رجّعوهم تاني، وبعدين إبراهيم دياز حَط الكورة بالشكل الغريب جدًا ده، وبعدين هوب مع السلامة، ضاعت. لأ، خلّينا بقى العرب، حد بيقول العرب مش عارف إيه وبتاع، خلّينا حد بيقول عندنا أسباب يا أستاذ محمد، بس طوّل بالك، طوّل بالك، أنا جاي لك، أنا باشرح لك بس الموقف كلّه، وأنا هاقول لك وهاسمع منّك رأيك، بس طوّل بالك.